حابين تعملوا مثل هيك فاهيتا، اطيب فاهيتا واظرف فاهيتا ممكن تعملوها بالبيت بطعمه خرافيه ومع جبنه الموتزاريلا وكل شيء ولا غلطه. حضروا الفيديو للاخير وشوفوا كيف حنعمل مع بعض الفاهيتا. يسعد اوقاتكم يا غوالي. لحتى نعمل اطيب سندويش فاهيتا مثل اللي فرجيتكم اياها هلا واكلناها، خليكم معي وتابعوا الفيديو للاخير. اول شيء يا حبايب القلب، عندي هون انا صدر الدجاج، بس الصدور عندي تقريبا 400 جرام من صدور الدجاج. تمام يا غوالي؟ بسم الله. خلينا نلبس كف. هاي الدفة انا بقطع عليها خضرة، ما حقطع الدجاج عليها، انا بقطع كل شيء لحال. الدجاج واللحمة له دفة والخضار له دفة تانية مشان البكتيريا وهالقصص هي اللي بتصير معنا. تمام يا غوالي؟ هاي الفتيلة حنشيلها هيك بهالشكل هذا، وهي نص الصدر حنشرحه نصين بهالشكل هذا. تمام يا غوالي؟ هلا بنفرم فرمة ناعمة تقريبا مثل شرحة الشاورما يلي عملناها قبل هيك على قناتنا، ولا تسمكوها، خليها تكون رقيقة مشان تستوي دغري معنا بسرعة. وبنفرم بهالشكل هذا ولا ابسط من هيك. طبعا ال 400 جرام من الدجاج من الصدر مع الفليفله والبصل وهالقصص والفطر وهالشغلات كلياتها يعني بيعملوا معنا تقريبا بحدود 7 ل 8 سندويشات السمون على المرتاح. وهيك يا غوالي خلصنا فرمناهم. عندي زبديه فاضيه هحط فيها صدورة الدجاج يلي فرمناها بهالشكل هذا. للفاهيتا يا غوالي والمكسيكانو نفس الوصفه، المكسيكي الدجاج المكسيكي والفاهيتا نفس البهارات، ولكن المكسيكي بينضاف لها شغلات تانية حتى تصير لونها احمر ويطلع الصوص تبعها وتصير عنا الدجاج مكسيكي. تمام. عندي هون ماجي بودرة وهيل ناعم وكاري وملح، انا بحط ملح احمر، وعندي زنجبيل وعندي قرفة وفلفل ابيض وجوز الطيب وبابريكا. البابريكا الكمية مثل ما كنتم شايفين اكثر منهم كلياتهم، انا حاطط يعني شوي شوي تقريبا يعني ربع معلقة صغيرة نص معلقة صغيرة من كل الكميات يلي قلنا لكم اياها. حنفضيهم فوق الدجاج يلي عنا وحط عليهم زيت ابيض او زيت زيتون بيمشي الحال كمان، وعندي تقريبا معلقتين اكل من الخل التفاح او خل ابيض بيمشي حاله. هلا المكونات هي كلياتها حنخلطها كلياتها مع بعض بشكل كتير منيح. هلا هدول يعني فيكم اذا عملتوا كمية تحطوهم بكيس، حطوهم بالفريزر وتطالعوهم وقت بدكم تعملوا انتم الفاهيتا او المكسيكانو او اي نوع اكل من الاكل الغربي. تمام. بس بتحطوهم بالمقلايه مع المكونات الثانيه الاضافات الثانيه اللي هي مثلا فليفله حمراء فليفله خضراء فطر ذره يلي بتحبوه انتم، وبتعملوا الاكله يلي بدكم اياها. هذول هلا حنتركهم شوي بس لياخذوا شوي من النكهه ويشربوا الزيتات يلي حطيناهم عبين بنفرم الخضره يلي عنا يلي بدنا نعمل فيها الفاهيتا. تمام يا غوالي؟ وهلا للخضره يا غوالي بيلزمني فليفله خضراء وفليفله صفراء. تمام. وعندي نص فليفلايه حمراء كمان رح استخدمها لوصفتنا تبعية اليوم. هلا حنفرمهم كلهم طرنشات بهالشكل هذا مثل ما انكم شايفين، وهيك بنكون خلصنا من فرم الفليفله يلي عنا. هلا بيجي بدي حبتين بصل وسط او كبار، وكمان البصل بدنا نفرمه جوانح بهالشكل هذا هيك او هيك نفس الشيء مثل اللي بنفرمه للمجدر. وهلا مثل ما كنتم شايفين فرمنا الفليفله الصفراء والخضراء والحمراء والحبتين البصل، وعنا فطر اللي هو هذا بيجي جاهز. فينا نحط كمان فطر فريش بيمشي حاله. هلا عنا غاز مقلايه كبيره بدنا نحط فيها زيت ابيض وقطعه صغيره زبده. الزبده بتعطيها طعمه وطيابه لهي الاكله كتير 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 ظريفه. الزبده ما بنحطها اول شيء مع الزيت مشان ما تحرق عنا، هو عم يحمى الزيت، بنستنى الزيت ليحمى عنا مزبوط، وبعدين بننزل عليه قطعه هالزبده مثل ما انكم شايفين. وهلا هيك يا غوالي بعد ما دابت الزبده عنا بالزيت حنحط شويه بصل، نص الكميه اللي عنا حنحطها، حنحركهم تحريكه بسيطه. وهلا بنجي بالدجاج يلي تبلناه، شايفين كيف صاروا، بننزلهم فوق منهم، ما بنقلبهم بس بنفردهم هيك تفريد شوي مثل ما كنتم شايفين بهالشكل هذا يا غوالي. وهلا يا غوالي بعد ما صاروا معنا بهالشكل هذا شايفين كيف اخذوا لون وما لزق الدجاج بارضيه المقلايه مثل ما انكم شايفين.
نعمل لهم تقليبه ونحط عليهم الفطر وكمالة الخضرة يلي عنا. هلا هدول حيدبلوا والكمية تبعيتهم تقل. 5 minutes later. لا يا غوالي مثل ما انكم شايفين بعد تقريبا 5 دقائق الكمية قلت وبلشوا يستووا، صاروا عنا نص السوا. بهالمرحلة هي هلا صار فيني حط الصويا صوص، ما بيلزمني غير الصويا صوص لانه انا مبهر الدجاج، حاطط له كل شيء للدجاج وحاطط ملح. وما كترت ملح لانه الفطر عنا مالح وصويا صوص بيجي مالح. بكل فيديو بستخدم فيه صويا صوص او ما اجيب لكم انه انا ما بكتر ملح، انتبهوا لهي النقطة كتير منيح. طبعا الصويا صوص هو اللي بيجيب طعمة هي الاكلات، اللي كان مكسيكانو، فاهيتا، الفيلادلفيا، كل الاكلات الغربية الصويا صوص هو يلي بيعطيها الطعمة تبعيتها. وهلا بنرد بنقلبهم وبنتركهم بس ليستووا معنا، بيكونوا صاروا عنا شبه جاهزين ان شاء الله. وهيك صاروا عنا جاهزين يا غوالي. ما لازم نخليهم يستووا 100% لانه لازم الخضار اللي حطيناها تكون فيها قرشة خفيفة. تمام يا غوالي، شايفين كمية الدجاج كتير مناسبة مع كمية الخضرة، حتى الدجاج مبين أكتر من الخضرة، يعني لسه بتاخد عنا فليفلة حمراء وخضرة وصفرة وبصل لسه بتاخد. شايفين بعد ما استووا كيف صاروا عنا بهالشكل هذا. وهلا يا غوالي بنيجي للمفيد. حتسألوني كيف هنحط عليها جبنة وتسيح مثل هالمطاعم وناكل الفاهيتا والمكسيكانو هيك بجبنة الأشقوان الموزاريلا. تمام، حطينا مقلاية تانية نقطة زيت بهالشكل هذا مثل ما انكم شايفين. وهيك بناخد شوي من الفاهيتا اللي طبخناهم ونحط بهالمقلاية يلي عنا وبنفردهم هيك بهالشكل هذا. بننور صحت منهم شوي صغيرة. وهلا حنحط عليهم جبنة الموزاريلا يلي عنا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة ليصلكم كل شيء جديد. قد ما بتحبوا انتو الجبنة تكون فيكم تحطوا. هنحط كمان شوي. هلا انا عندي من هذا السمون. تمام، حنفتحهم بهالشكل هذا. هي 3 وهي الرابعة. الحشوة فيكم تحطوا يلي بدكم اياه، بس هي الحشوة الاساسية للسندويشة الصوص بتحطوا كريم توم وطراطور، يعني كريم توم ولبن وطحينية. تمام، هي الصوص يلي بنحط بقلب سندويش الفاهيتا وسندويش المكسيكانو. شايفين بهالشكل هذا. شو هالسندويشات هي اللي هيك يعني شيء بيفتح النفس. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الجبنة بلشت عنا تذوب. شايفين مثل ما انكم شايفين بهالشكل هذا. هلا نحن فينا نطفي الغاز عليهم وناخد من المقلاية اللي عنا بهالشكل هذا ونحط بالسندويشة. شو هالمطة هي، شو هالجبنة، شو هالفاهيتا. بكفي. هي اول سندويشة. شايفين هي اول سندويشة جاهزة. والله بيعملوا معنا هدول اكثر من 8-9 سندويشات، يعني على هالقياس هذا يمكن يعملوا معنا ل 12 سندويشة. وهي الثانية. شايفين انا عم جيب لكم المطعم لعندكم على البيت، على وسط بيتكم، على نص المطبخ عم جيب لكم انا الاكل تبع المطاعم يلي بتوفروا على حالكم تروحوا تطرقوا مشوار وتاكلوا اكل واخر شيء ما تنسروا وما يعجبكم. وهي اطيب سندويشات فاهيتا بالبيت. اولادكم اجى عندهم رفقاتهم من المدرسه، اجى عندكم ضيوف بالسهره، بتعملوا هالسندويشات بحطوهم بهالصينيه مع صحن بطاطا حد منهم وخالصين. وهلا يا غوالي صار فينا نحن لحتى ندوق ونجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. قرب لعندي، قرب شوف لي على الفاهيتا، قرب قرب يا غالي. هي سندويش الفاهيتا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقسم بالله يا جماعة الخير اطيب سندويش فاهيتا ممكن تجربوها بالبيت، والطعمة خيال والبهارات كلها متناسبة مع بعضها ولا غلطة. كان معكم شيف عماد. سلام.